بابها النشط والفعل جدا. اليوم تقريبا نحكوا على مشروع جديد بمعتمدية بن خداش، مشروع الطوالب. شنو العنوان هذا؟ أكثر تفاصيل ينضم لنا مباشرة مدير المشروع شفيق المحمدي. صباح النور سي شفيق، أهلا وسهلا. صباح النور عفاف، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكل. يا سيدي فهمنا شنو حكاية مشروع طوالب. والله طوالب هو مشروع فني نعم. برعاية مسرح الأوبرا ضمن برنامج بصمات إبداعية، وبالشراكة مع جمعية القصور وحماية التراث بن خداش ودار الثقافة بن خداش. ممتاز برشا. تقريبا مضمون المشروع هذا، علاش اخترتوا تسمية طوالب؟ اخترنا تسمية طوالب يعني هي تسمية خرجت أساسا من مجموعات يعني الفنية اللي يسموهم طويفة وبدة. أكيد غنية عن التعريف بالطبيعة. صح، اللي موجودين برشا يعني في منطقة الجنوب الشرقي. بالتحديد حاولنا نتعاملوا مع الطيف بنت نصف عويدات ومختار عويدات اللي هم موجودين في منطقة مقر ومنطقة بن خداش بالتحديد. نعم نعم، اللي هم على اعتبارهم القدماء في وخذوا الفن هذا، طويفة وبنتن هيك ولا سي شفيق؟ يعطيك الصحة، هم من القدماء والفن هذا يعني خايفين عليه من الاندثار. حتى كي تشوف يعني الأكثرية هم الكبار في العمر اللي قاعدين يمارسوا في الفن هذا. نعم. احنا خذينا كلمة الطوالب من الطلب للطبل ومن الغراس للعراس، يعني عندنا كونسيبت كامل. حلوة الموازنة. يعني فهمت؟ باهي يا سيدي. من الطلب يعني والاستجداء الى العمل الفني. ممتاز برشا. تقريبا هتنا تعرفوا على نعم واضح جدا. تقريبا هتنا تعرفوا على مضمون المشروع هذا اللي انطلقتوا منذ ايام في ورشات تكوينية تدريبية. هتنا تعرفوا معك اكثر على مضمون المشروع. باهي، مضمون المشروع هو يرتكز اساسا على ورشات وندوات ونقاشات. نعم. الورشات تتقسم على المسرح والموسيقى والرقص وكذلك كتابة السيناريو، وندوات حول تاريخ الطوالب وامتداد الجغرافي نتاعهم وتاريخ حتى الاحتفالية نتاعنا بصفة عامة يعني في منطقة بن خداش أو الجنوب الشرقي. بطبيعة الحال هو المشروع هذا باين اللي هو معناتها حفاظا على الموروث الاحتفالي بمعتمدية بن خداش. وشفنا وانت تحكي نتصفح في الصفحة الخاصة بالمشروع طوالب تقريبا صور حلوة برشا بدار الثقافة ببن خداش. الحقيقة مشاركة هذه بعرض فرجوي. نعم. يكون ملم ومطلع بتاريخ المنطقة، تاريخ الاحتفال، تاريخ المادي الكل يعني نظريا وتطبيقيا يعني. وهذه دعوة للشباب يعني بالالتحاق في الورشات هذه. ممتاز برشا. الشباب المتواجد فقط في معتمدية بن خداش وإلا حتى من الولايات الأخرى ينجموا يكونوا حاضرين معكم؟ حاليا موجودين فقط من معتمدية بن خداش بحكم يعني الالتزامات نتاع الكورونا وبرشا البروتوكول الصحي. نعم، البروتوكول الصحي يعطيك الصحة. ماذا بينا يلتحقوا بنا الكل يعني من المناطق الكل يعني، على خاطر موجودين عندنا مكونين، عندنا أساتذة اختصاص وأساتذة محترفين يعني في مجالاتهم باش يكون تكوين يعني على قاعدة صحيحة. مش هو حلو برشا أن يكون المشروع هذا منك أنت شاب وتشجع الشباب اللي يسمعوا فينا للانخراط في المشروع هذا. لكن وين ماشيين به سي شفيق المشروع هذا؟ المشروع هذا هو يمتد من فترة ما بين ديسمبر ومارس. هو تكوين كما قلت لك يعني على الجانب التطبيقي والجانب النظري إلى أن مرحلة ثانية باش ندخلوا مرحلة الإنتاج من أجل إنتاج عرض فرجوي. يعني إن شاء الله باش نشوفوا عروض فرجوية في الطوالب جوب بمختلف دور الثقافة يمكن أو مختلف الولايات التونسية. إن شاء الله أكيد، إن شاء الله أكيد باش نشوف عرض ممتاز يعني. نعمل لنا يكون عرض ممتاز يعني يخرج من بن خداش من ان شاء الله. لما لا تكبر الحلمة ونشوفكم متفوقين. حاجة تفرح برشا. يعطيك الصحة شفيق محمدي على كل التفاصيل هذه، وحاجة نفرحوا بها كي نشوفوا شباب كيما سيادتك وكل المشاركين اللي معاك متألقين ديما وينشطوا ويحاولوا انهم يرسخوا الموروث هذا اللي طبعا زخير جدا. نعرفوا موروثنا في الجنوب الشرقي. كل التوفيق لكم. مشروع طوالب ان شاء الله نشوفوا عروض مزيانة برشا في مناطقنا بالجمهورية التونسية. الكل يكون مشروع وطني
لما لا وتكبر الحلمة أكثر وأكثر. تحياتي ليك شفيق إن شاء الله. شكرا. العفو يا سيدي. وشكرا على المواكبة وشكرا على التشجيع العفو، هذا واجبنا، وأكيد جدا ما عندناش حتى مزية، بالعكس ديما إلى الأمام، ديما قدموا القدام إن شاء الله. بالتوفيق لكم لكل الشباب اللي يسمع فينا، مرحبا بكم الناس كلهم. واصلين معكم المشوار، بعدنا غم نهزوكم إلى برنامج عزيمة. شنية تفاصيل والحكاية